السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي القناه. نتمنى تكونوا كامل بصحه جيده وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. وصفه تاع نهار اليوم كما راكم تشوفوا هو خبز الشاباتي. بهذه الطريقه رايحه تحصلي على خبز روعه. تبعي معايا لا فيديو وطبقي كامل الطريقه، وهكا راح تحصلي على احسن خبز تاع الشاباتي. قبل ما نبدا نطلب منكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا جيم لا فيديو، تشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم، ونقول لكم نبداو في الوصفه. بغرفة كبيرة تاع السكر عندي زوز باكيات تاع الخميرات تاع الخبز. بالمغرف تجيكم مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز وتكون شوية معمرة. نزيد حوالي نص كاس تاع الحليب ونخلط كلش مع بعضه ونخليهم يخمروا لي واحد 10 دقائق. هنا من بعد ما خمروا لي واش عندي؟ عندي حبة تاع بيض تكون بحرارة الغرفة بطبيعة الحال. نزيد عليها زوز مغارف كبار تاع الزيت ونخلط كلش مليح حتى يتجانسوا لي كامل المكونات مع بعضهم. ونزيد هنا عندي 500 غرام تاع الفارينه كما تشوفوا، ونزيد عليها الملح بطبيعه الحال، ونزيد نضيف الحليب. وفي كل مره يعني نبقى نضيف الحليب حتى تتشكل لي عجينه. كمية الحليب اللي كنت استعملتها هي 300 مليلتر، يعني من بداية الوصفة كي قلت لكم حطوا نص كاس حتى بعد ما تمثلي العجينة استعملت 300 مليلتر تاع الحليب. عجينة تكون طرية، هي العجينة راح تكون تتلاصق كما راكم تشاهدوا معايا. نحطها فوق البلان دو طرافاي ونحط لها شويه تاع الفرينه. اذا لقيتوها تلصق لكم ياسر زيدوا لها شويه تاع الفرينه هكا باه تقدروا تتحكموا فيها. فوالا يعني كل مره نزيد شويه في الفرينه حتى قدرت اني نعجنها وتتلم لي. هذه هي حتى نكمل نعجنها بيان يعني حوالي 5 دقائق هكاك. من بعد ندهن يدي بالزيت. الغيسيبيون انا كيف كنت دهنته بالزيت، ونحط العجينه تاعي ونخليها حتى تخمر يعني حتى يضاعف الحجم تاعها يعني واحد نص ساعه هكاك. وهنا من بعد ما خمرت لي نحاها من الريسيبيون تاعها نحطها فوق البلون دو طرافاي ونشكلها هكا حربوش ونبدا نقطعهم القطع يكونوا هكا شويه يعني هكا كبار شويه باه نقدر نديرهم خبزات شويه كبار. هذه هي نعدل الشكل تاعهم كما راكم تشاهدوا معايا. ومن بعد نبدا نضرب فيهم يدي راهي فيها شويه تاع الزيت وديجا العجينه يا اخي حطينا فيها في الريسيبيون حطينا فيها شويه تاع الزيت هكا باه تسهل لي الخدمه تاعي. كما تشوفوا نخبزها بهذه الطريقه يعني ما ترقوهاش خلاص وما تخشنوهاش، تجي مويا. ما تنسوش بلي راح نزيد نخليها تخمر. انا يعني باه نحلها استعملت يدي، تقدروا انتم تستعملوا الحلال. فوالا نحطها هكا فوق البابي كويسون باه يسهل لي الخدمه تاعها. البابي كويسون انا كنت دهنته شويه بالزيت هكا باه ما يلصقليش العجين تاعي في البابي كويسون. نخليها تخمر واحد ربع ساعه. ومن بعد هنا على النار عندي مقله كنت دهنتها بشويه تاع الزيت، وعندي الشاباتي تاعي نحطه فوق المقله. ماذا بكم نقصوا لها النار هكا باه يطيب لكم من داخل، ونبقى في كل مره نقلب حتى نتاكد انه طاب لي بيان. بالنسبه للاومليت واش نحتاج؟ عندي حبه تاع بصل كنت قطعتها مربعات صغيره، عندي حبه تاع طماطم كيف كنت قطعتها صغيره، زيتون الاخضر، وعندي طون تاع الزيت كنت صفيته مليح. من بعد نحتاج 4 بيضات، ونزيد عليهم الفلفل الاسود او فلفل الكحل والملح، ونخلط كلش مع بعضها حتى ينسجموا لي كامل المكونات مع بعضهم، يعني ما تبقاش جهه فيها الطون وجهه فيها الطماطم ولا البصل وحدها. تقدروا تزيدوا الكميه تزيدوا المكونات هذه ولا تنقصوا منها كما تحبوا نتوما. وهذه هي بالنسبه للاومليت، يعني كل واحد والحشو تاعو، كل واحد واش يحب يحط فيها. وانا في مقله كنت دهنتها بالبنسو بشويه تاع الزيت. نبدا نحط في الاومليت تاعي. فوالا نحطها بهذه الطريقه، يعني الطبقه تكون ما تكونش خشينه ياسر وما تكونش رقيقه. وهذه هي ونقلبها على الجهتين حتى تطيب لي. من بعد عندي هنا الشاباتي تاعي، صدقوني انه يجي طري يهبل هذا الشاباتي. هذه لاغوسات نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. هنا نقسموا على زوج، شوفوه من داخل كيف يجي ماهوش معجن. بالنسبه للحشو يعني يبقى دائما اختياري، كل واحد واش يحب يدير فيه. انا هنا درت له المايونيز وصوص الجيريان والهريسه بطبيعه الحال. كما تعرفوا الشاباتي ديما يجي حار. وندهن هكا كامل الوجه. اذا عندكم لحميس تقدروا تحطوه تزيدوه. ومن بعد نحط البيض، ومن بعد نحط شويه تاع طون
ونحط الجبن شيدر، وندهن الطبقه الاخيره يعني تاع الشباطي من فوق كيف ما تجينيش شايحه. حطيت لها شويه صوص الجيريان، وهذه هي النتيجه تاعو. صدقوني يجي بنين روعه. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا جيم لا فيديو. نقول لكم استنوني في وصفات جايه ان شاء الله. باي باي، تهلاو في رواحكم.